السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمرة أخرى ضحايا جدد للقاتل الصامت اللي هو الغاز. فالسخانات ديال الماء هنا في مالاغا مازال كتحصد الأرواح. للأسف هذه المرة عائلة مغربية متكونة من 4 أشخاص لقاو الحتف ديالهم توفاو، إنا لله وإنا راجعون. ففي المنطقة ديال توروكس مالاغا أيونتامينتو، أو هذه بلدية تابعة لمالاغا، ما بعيداش بزاف، تقريبا واحد 80 كيلومتر على مالاغا. فهاد البلديه غيديروا الحداد ل3 ايام، وغادي يكونوا بطبيعه الحال او غيديروا دقيقه صمت، بالاضافه الى تنكيس الاعلام حزنا على هذه العائله المغربيه اللي ماتت بهذه الطريقه الحزينه للاسف الشديد. فمن هذا الفيديو بطبيعه الحال او من هذا المنبر بطبيعه الحال كنحذروا جميع العائلات المغربيه، لا في المغرب لا هنايا في اوروبا، خاصه الناس اللي عندهم السخانات ديال الماء وما كيراقبوهمش كل عام، ما كيديروا لهمش كونترول. فاي واحد يكونترولي قبل ما توقع الكارثه، لان انتم كما كتشوفوا عائله 4 بهم مشاو في دقه واحده، 17 سنه 18 سنه بالاضافه الى افراد العائله اخرى. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعزاؤنا واحد في هذه العائلة المغربية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.